خلي بالك ما تسافرش تركيا عشان تزرع شعر قبل ما تشوف الفيديو ده بدل ما يحصل لك اللي حصل لي. من 3 سنين جيت تركيا عشان ازرع شعري لان عندي صلع وراثي، لكن النتيجه كانت ضعيفه والكثافه كانت خفيفه جدا. بعد التجربه دي قررت اني ما اكررش نفس الغلطه تاني، وقعدت ادور كويس وادور تاني لحد ما وصلت لإليت هير، اكبر مستشفى لزراعه الشعر في العالم. وعلى طول حجزت الطياره ووصلت اسطنبول. استقبلوني في المطار بعربيه VIP وحجزوا لي فندق 5 نجوم. اول يوم عملوا لي 6 تحاليل وفحوصات شامله عشان يتاكدوا اني جاهز للعمليه. تاني يوم قابلت دكتور عبد العزيز بلوي المدير الطبي لإليت هير، رحب بيا جدا وبدا بخطه العمليه، حدد عدد البصيلات ورسم خط الجبهه بدقه وخبره شديده. وفورا حلقت شعري ودخلت العمليات. العمليه استغرقت حوالي 8 ساعات، بس الصراحه ما حسيتش باي الم نهائي، والموبايل كان معايا طول الوقت بتفرج على افلام وبكلم صحابي، والتيم كله كان لطيف جدا، بنتكلم وبنهزر طول العمليه. بعدها فكينا الضماده وغسلت راسي واطمنوا ان كل حاجه تمام، وادوني مجموعه العنايه وزياده كثافه الشعر وضمان على العمليه لمده 20 سنه. لو مهتم تعرف كل التفاصيل والاسعار وعايز تعمل استشاره مجانيه، كل اللي عليك تعمله انك تدخل على اللينك elt.her/mqersh، ولو عندك اي سؤال سيبهولي في الكومنتات تحت.